ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى هعمل ليكم وصفة حلوة جدا. مفيش اي بيت يقدر يستغنى عنها، وفي نفس الوقت بره بقت بسعر غالي جدا وبقت مش مضمونة، والحاجات اللي بنسمع عنها والفيديوهات اللي بنشوفها فتخليكي ما ترضيش ابدا تجيبيها من بره. النهاردة بقى هنعمل الجبنة البيضة مع بعض، او الجبنة الضاني زي ما بنقول عليها في الصعيد، او الجبنة البراميلي. كل دي مسميات. هعملها لك النهاردة بطريقة بسيطة جدا، وهقولك على كل التكات والخطوات اللي تطلعها معاكي مظبوطة. بس خليكي معايا لاخر الفيديو، واتمنى تشوفي الفيديو بالتفصيل علشان الوصفة ما تبص منك او الجبنة ما تبص منك. انا ولا ولو اول مرة شوفيني اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها. هنسمي الله يا بنات ونبدأ. اول حاجة علشان نعمل جبنة بيضة مظبوطة او جبنة ضاني بخيرها كده، لازم يكون لبن كامل الدسم. لبن من عند اللبان، لبن من عند اي حد انت بتتعاملي معاه يكون موثوق فيه، ما يكونش اللبن مغشوش علشان الجبنة تطلع معاكي مظبوطة. لو اللبن مغشوش او مش كويس فخسارة الوقت اللي انت هتضيعيه، ومش هتطلع معاكي الجبنة مظبوطة ابدا. كيلو اللبن يا بنات او لتر اللبن عليه معلقتين من الملح ومعلقة كبيرة من المنفحة. في الجبنة الضاني او الجبنة البيضة او البراميلي لا غنى عن المنفحة. ما ينفعش تقولي ان انا هعمل جبنة بيضة وهحط عليها خل، يعني هعمل جبنة بيضة هخزنها بكميات كبيرة وابدل المنفحة بخل، ده مش هينفع ابدا. الجبنة هتبوظ منك ساعتها، اصلا مش هتطلع جبنة بيضة. حكاية الجبنة اللي بنعملها بخل او بليمون ده بيكون ايه؟ اللي هو كيلو 2 كيلو، ووقت الاكلة يعني ما ينفعش تتخزن، ما ينفعش تتشال بالشهور او بالسنة. فحكاية الخل والليمون دي ما بتنفعش ابدا في الجبنة البيضة. غير كده ان ما بتطلعش اصلا جبنة بيضة، دي بتطلع جبنة قريش، بتنزل كمية سوائل رهيبة وبتطلع جبنة قريش ومفتلة كده، ما بتطلعش ابدا الجبنة الضاني بتاعت الفلاحين او الارياف، ولا بتطلع مثلا الجبنة البراميلي. نرجع تاني يا بنات لمرجعنا. كيلو المقادير او المعيار اللي انت هتمشي عليه. كيلو اللبن عليه معلقتين من الملح ومعلقة كبيرة من الفانيليا، قصدي معلقة كبيرة من المنفحة. وعلى حسب بقى المنفحة اللي انت جايباها، على حسب المكان اللي انت جايبة منه المنفحة. في اماكن يعني انت طبعا وانت بتشتري المنفحة فبتسأليه المنفحة دي نوعها ايه او استخدم منها قد ايه، فهو بيبقى عارف اكتر منك النوع اللي هو جايبه. تركيزه عالي فانت تستخدمي منه على اللتر معلقة صغيرة. تركيزه لا متوسط ولا مش عارفة ايه، فانت لا استخدمي معلقة كبيرة. والصراحة يعني برضو اختاري حد موثوق فيه، اشتري من عنده المنفحة علشان برضو ايه ما يخمكيش ويقولك لا دي كويسة ولا دي مش عارفة ايه، وحط منها بس معلقة صغيرة وبعدين تبصي تلاقي اللبن ما شالش منك وباظ. نيجي بقى يا بنات، انا قلتلك كده المعيار اللي انت هتمشي عليه. كيلو اللبن او لتر اللبن عليه معلقتين من الملح، ده الملح المظبوط، معلقتين من الملح ومعلقة واحدة كبيرة كده بتاعت الاكل من المنفحة. وعلى حسب بقى الكمية اللي انت هتعمليها، هتعملي 2 كيلو لبن، هتعملي 3، هتعملي 5، فانت بقى تضاعفي المكونات بتاعتك. انا النهاردة معايا 9 كيلو من اللبن، فهحط بقى كم معلقة ملح؟ 9 18، ادي 1 هحط 15. انا هحط كفاية 15 علشان ابقى في المضمون، لان ممكن معلقة تكون زايدة قوي، ممكن بتاع. خطوة تانية يا بنات اساسية،
لو عايزة ملح قليل يا بنات يبقى لكل لتر معلقة واحدة من الملح بس. ساعتها الجبنة مش هتنفع تتخزن، يعني ما ينفعش تسيبيها بره وتحطيها في البرطمان وتسيبيها بقى بالشهور لحد ما تخلص، لا ساعتها لازم تسيبيها في التلاجة. انا هنا حطيت 15 لان في التخزين بتاعها هحط يعني في الشرش بتاع الجبنة اللي هشيل في الجبنة هحط كمان نسبة من الملح. خطوة أساسية يا بنات، لازم اللبن تصفيه لأن اللبن بيكون فيه شوائب. الملح كمان لما احنا بنحطه بيديني شوائب، شايفة؟ الملح كمان لما بندوب الملح في اللبن فبيكون فيه برضو شوائب. فخطوة أساسية لازم تصفي اللبن، بس ما ينفعش تصفيه طبعا بالمصفاية بتاعتنا اللي هي المصفاية السلك أو أي حاجة، لا ده لازم يتصفى في شاشة. ده الشاش اللي هصفي بيه الجبنة، شايفة خفيف ازاي؟ تقدري تجيبيه من اي واحد بتاع قماش، او تعرفوا يا بنات الناس اللي هي بتروح العمرة او الحج ويوزعوا كده شيلان. احنا الصراحة يعني عندنا كده، فالشيلان دي الصراحة انا بجيبها بالطريقة دي لما حد بيكون في عمرة او حاجة ويوزع علينا الشيلان دي، فانا بشيلها. شايفين بتكون خفيفة كده، وطبعا تنزلك او تحوشلك اي شوائب، لان المصفاية مش هتحوش الشوائب بتاعة اللبن، بالعكس دي هتنزل كأنك ما عملتيش اي حاجة. الشاشة يا بنات بتاعة الجبنة، الشاشة اللي انتي بتصفي فيها الجبنة دي او اللي احنا هنصفي فيها الجبنة واحنا بنعملها، لازم تغسليها على طول. يعني ما ينفعش تركنيها مثلا تخليها للصبح او مش عارفة ايه، لا لازم في وقتها كده تغسليها بحتة بريل مع خل، علشان دي لما بتقعد بيكون ليها ريحة مش مستحبة ابدا، وبتكون يعني ريحة فظيعة. فانتي الشاش بتاع الجبنة ده لازم تغسليه على طول. هنيجي بقى يا بنات هنعمل ايه؟ هندفي اللبن ده على البوتاجاز. هندفي اللبن ده على البوتاجاز لحد ما يوصل لدرجة حرارة دافية كده زي دمع العين، اللي هو انت تحطي صبعك كده فتحسي اللبن دافي. ساعتها هنعمل فيه المنفعة. انا هرفعه على العين زي ما قلتلك، انا عايزاه دافي ولا يسخن قوي ولا يغلي، ولا تسيبيه يغلي وبعدين يبرد. الطريقة الصح والطريقة السليمة اللي انا بقولها لك دي، ان انت اللبن لسه كده جايبينه من عند اللبان ولسه تويه محلوب كده طازة من الجاموسة، فتاخديه وتدفيه على العين، تصفيه زي ما انا وريتك وتحطي له الملح بتاعه وتدفيه على العين تدفية بسيطة. هو ده اللي هيطلع لك جبنة ممتازة، غير كده كله كلام فاضي. نيجي بقى يا بنات للمنفحة. هي دي المنفحة اللي انا بستخدمها، بتكون بالشكل ده. انا عن نفسي بجيبها من الصيدلية، المنطقة اللي انا فيها متوفرة عادي في الصيدلية. انت ممكن تلاقيها عند العطارين الكبار او المحلات بتاعة اللي بتصنع الجبنة او الالبان، المحلات الكبيرة، فممكن تلاقيها عندهم. وزي ما قلت لك في اول الفيديو ان انت بتسألي يعني المحل اذا كانت المنفعة دي التركيز بتاعها ايه او تستخدمي منها قد ايه. انا بقى بجيبها من الصيدلية، وبرضو لازم تكون صيدلية انتي عارفاها او بتتعاملي معاها، وتكون المنفعة انتاج جديد. المنفعة دي مكتوب عليها طبعا كل حاجة، طريقة الاستخدام، ومكتوب عليها ان هي منتج حيواني من معدة البقر او معدة الجاموسة او اي حاجة يعني.
الكل بقى يا بنات لتر، زي ما قلتلك لتر من اللبن، معلقة كبيرة من المنفحة. المعلقة الكبيرة دي يا بنات بالسرنجة في حدود 7 سنتي، 7 سنتي 10 سنتي بالطريقة دي، على حسب طبعا ايه جودة المنفحة. هنا مكتوب لي على المنفحة لكل لتر معلقة صغيرة، فأنا المعلقة الصغيرة دي اللي هي في حدود 4 سنتي، فأنا لا دايما بحب أزودها علشان الصراحة ما بيبقاش زي اللي مكتوب بالظبط. فحطيت 7 سنتي اللي هي معلقة كبيرة. 7 بقى، فانت بقى تفضلي تعدي بقى 7 معالق من المنفحة. لا قصدي 9 معالق من المنفحة. انا عملت 7 سنتي، فبنفس بنفس بقى السيستم ده وانت هتشتغلي. ممكن كمان في مرات انا بعمل فيها الجبنة بحط مثلا 10 سنتي لكل لتر لبن، فطبعا ده بيبقى زي ما قلتلك على حسب جودة المنفحة. ده بقى يا ست الكل اللبن بعد ما دفي. اللبن دافي، شايفه تحطي ايدك فيه مش سخن، يعني انا مستحمله ايدي دافي زي رضعه البيبي، او زي ما بنعمل اللبن اللي هو زي دمعه العين كده. هتيجي بقى تحطي معيار المنفحه بتاعك وتقلبي بقى، تقلبي يمين وشمال علشان تقلبي يعني كل المنفحة في اللبن كويس جدا. وهنسيبها لمدة ساعتين. هنغطي الحلة دي ونحطها عادي على البوتاجاز، وبعد ساعتين بقى هنروح نبص عليها. بعد ساعتين بقى يا بنات بصيت عليها ما كانتش لسه اتجبنت ولا اي حاجة. رحت سبتها بقى لحد الصبح، فكانت خدت في حدود بتاع 6 ساعات. فهو بيبقى على حسب جودة المنفحة، فهو كده يعتبر تركيز المنفحة قليل علشان الجبنة ما خدتش معاكي بسرعة. فالمرة الجاية بقى هتستخدمي نفس نوع المنفحة اللي انا جايباها دي، فانا طبعا هضطر ان انا ازود النسبة اللي قلتلك عليها. انا مستخدمة 7 سنتي، فهضطر بقى استخدم 10 سنتي. فهي بتكون بقى بالطريقة دي، سواء بقى اي نوع منفحة انت جايباها من اي مكان، لازم تجربي الاول، ومش هتعرفي لها الا لما تجربيها يعني. بص بقى يا بنات، هيكون شكلها بالشكل ده زي ما انت شايفة. بوريكي ان هي يعني الشرش كده فصل. هنيجي بقى يا بنات نجيب مصفاية، بس اهم حاجة المصفاية دي يكون ليها حافة شوية علشان تبقى عالية على الطبق بتاعك. انا ماما الله يرحمها كانت تعمل الجبنة دي بطريقة مختلفة، وهي اللي علمتني طريقة الجبنة او اتعلمت منها طريقة الجبنة. فانا ان شاء الله مرة تاني هعملها لك بطريقة ماما. الصراحة اسهل من دي بكتير وحلوة جدا، بس انا المرة دي عملتها بالطريقة دي علشان تكون سهلة ليكي وتقدري تعمليها وما تستصعبيش الموضوع. زي ما انت شايفين كده يا بنات، انا المصفاية وحطيت الشاشة بتاعت الجبنة، وبقى هحط فيها الجبنة وهفضي او هصفي الجبنة. بعد ما بحط الجبنة يا بنات كده ما بسيبهاش كتلة واحدة، يعني انا وانا بحطها بتكون كتلة كبيرة كده، لا حاولي تكسريها علشان تتصفى كويس معاكي، والقلب بتاع الجبنة ما يكونش فيه سوائل ويعذبك في تصفية الجبنة. هتيجي بقى يا ست الكل بعد ما حطيتيها بقى في الشاش، هتروحي تلميها بقى، تلمي. ده كان في الصبح وكنت بقى لسه صاحيه والدنيا برد، فايه بقى رعوني حطولي لايك حطولي لايك يعني للسقعه اللي احنا فيها دي. بص بقى يا بنات، هتروحي تحطي المصفايه على حاجه عاليه. بلاش تخليها طبق زي الطبق الاولاني ده، لا انا غيرت الطبق وحطيته على حاجه عاليه. وزي ما انت شايفه كده بمسك الشاشه وبحاول اصفي الجبنه، بحاول شايفه بصفي الجبنه او بعصر الجبنه، وهسيبها في حدود نص ساعه او ساعه الا ربع. وكل شويه يا بنات هبص عليها، لان كل شويه كميه الجبنه بتقل لما السوائل بتنزل منها. فالشوية اللي كانوا ماليين المصفاية دول في الاخر هيبقوا شوية صغيرين. في النص برضو هتلاقي الكمية اختلفت شوية، فانت لازم كل شوية تقلبيها كده، او تهز الشاشة زي ما انا بعمل كده،
تهز الشاشة وتقلبيها يمين وشمال علشان ايه الجبنة تتصفى معاكي كويس، والقلب بتاع الجبنة ما يبقاش احنا بنقول عليه مفشش، اللي هو ايه قلب الجبنة يكون مخرم كده، لا. فانت لازم كل شوية تصفي منها السوائل، الشرش بتاعها كويس، وفي نفس الوقت ايه بقى تضغطي عليها وتكبسيها كويس. شايفين يا بنات بالشكل ده؟ هتلفي بقى الشاشة، هتلف الشاشة زي البهجة كده، او زي ايه، ايوه هو زي السرة كده. وكل مادة هتلاقي السرة دي بتصغر، كل مادة كل ما تيجي تقلبي فيهم او كل ما تشوفي. شايفة هنا شكلها عامل ازاي؟ ده كانت بقية الكمية، خلي بالك دي كانت بقية الكمية. هتعصري المية كويس وتسيبيها تتصفى، وكل مثلا نص ساعة تبص عليها، تلفيها كأنك بتلفي، ايوه تلفيها كده يعني، ولان هي كل مادة حجم الجبنة هيقل، فانتي فاهمة هتلفيها هتلاقيها يعني عشان تتصفى معاكي كويس. يا رب تكون فاهميني. هو بس ايه التصوير موضح يمكن اكتر من الكلام. بقولك انت المصفاية تحطيها في حاجة تكون مسنودة عليها، بلاش ايه يكون جوه الطبق. انا ان شاء الله مرة تاني باذن الله هوريكي طريقة اسهل من دي بكتير وبمراحل، ولا تتعبي روحك ولا تعصري ولا تغلبي ولا اي حاجة. بس انا زي ما قلتلك حبيت اعملك دي علشان تكون سهلة بالنسبة لك، المصافي في البيت والحاجات في البيت فتكون سهلة بالنسبة لك. شايفين يا بنات؟ ده بعد بقى ايه نص ساعة، ده بعد نص ساعة. الشاشة الكلام اللي انا قلتهولك في الاول، الشاشة تحسيها مهوية كده، تحسيها ما بقتش مزمومة زي الاول، فتروحي تمسكيها بقى وتحركي الجبنة، تعملي زي ما انا بعمل كده علشان ايه لو في اي سوائل تنزل من الجبنة، وتروحي تزمي الشاشة او تضغطي على الشاشة كويس جدا زي الاول، لان كل مادة هي حجم الجبنة بيصغر، فكل مادة بتلاقي فيه فراغ. فانت لا، احنا عايزين نضغط على الجبنة نخليها مكبوسة كويس علشان ما يكونش قلبها من جوه فاضي. وفي نفس الوقت زي ما انت شايفة كده بتعصري بالشكل ده. وهنعمل يا بنات نفس الحركة بقى في الكمية التانية. اسفة جدا ان الفيديو طويل عليكي، بس صدقيني يعني حاولت على قد ما اقدر يكون قصير اول وقت ده، لان لازم تشوفي كل تفصيلة فيه، وعلشان ايه الجبنة ما تبص منك. حرام برضو اللبن بالشيء الفلاني وانتي مكلفة يعني مبلغ، فلازم تشوفي كل تفصيلة في الفيديو. بص بقى يا بنات، هنا بقى في الوقت ده او في المرحلة دي كان عدى ساعتين تقريبا من الوقت، كان عدى ساعتين في كل نص ساعة. زي ما انت شفتي كده الخطوتين اللي فاتوا كنت بقلب في الجبنة، وكل مادة اضغط الشاشة اكتر عن الاول. شايفة هنا وريتك الجبنة جمدت وبقت اتصفت شوية، شايفة؟ بس لسه فيها نسبة برضو من السوائل، بس هي مسكت نفسها مش مفرولة ولا اي حاجة. فانا بقى في الوقت ده هعمل ايه؟ هضغط الجبنة، هضغط الجبنة يعني اللي هو ايه هكبسها. هحط فوقيها اي بقى تقل اي حاجة. انت شايفة كمية الجبنة بقت عاملة ازاي؟ بقت سرة صغيرة كده خالص. فانا بقى في الوقت ده هكبس الجبنة زي ما قلتلك، هجيب طبق واحطه فوق الجبنة، وهحط بقى فوقيه اي حاجة، حلة مليانة مية، ازايز فيها مية،
الجردل، لا، اسمه ايه، البتاع ده بتاع البريل، اي حاجة. الجردل، ايوه بتاع البريل، ايوه اسمه الجردل. الجردل بتاع البريل. المهم اي حاجة تكون آه، تقيلة عندك علشان تصفي الجبنة كويس، وتصفي القلب بتاع الجبنة من المية. يعني قلب الجبنة دلوقتي لسه فيه مية، فانتي لو سبتيها على كده هتكون مفرغة من جوه، فانتي لازم تكبسيها. فطريقة بقى الكبسة هتكون بالشكل ده. وكمان شوية كمان هتروحي هنا، شايفة هنا بقى بصي، انا فتحت الشاشة دي لقيتها لا لسه طرية لسه مفرولة، فروحت سبتها ساعة كمان. عملت الخطوة اللي فاتت، اللي هو ايه، انا حركت الجبنة وبقيت بعصر فيها شوية، ولفيت الشاشة كويس جدا على الجبنة، ورحت سبتها مرة كمان. الجبنة ما كانتش متماسكة في المصفاية دي، فرحت بقى سبتها شوية كمان في حدود ساعة. وبعدين بقى رحت حطيت عليها التقل زي ما عملت في اللفة الأولى. حطيت عليها يعني حاجة تقيلة علشان أكبسها. كانت لسه منزلة سوائل كتير، وزي ما انت شفتي طرية ومفرولة، والوش بتاعها كده كان لسه فيه مية، فأنا مرضتش ايه أكبسها وهي فيها مية كتير، علشان برضو ما تبص منك. انت بتكبسيها في اخر مرحلة، اللي هي ايه، الجبنة خلاص اتصفت وفيها نسبة بسيطة من السوائل. يا رب تكونوا فاهمين، فاهمين انا بقول ايه، او فاهمين معايا الطريقة. ولو في اي حاجة يا بنات اكتبولي في الكومنتات، وانا هرد عليكي. نيجي بقى يا بنات بعد بقى الجبنة ما اتصفت واتكبست وكل حاجة ونشفت تماما من السوائل زي ما انت شايفة كده. وكمان انا بعد ما كنت حاطة عليها حلة، رحت ايه بقيت حطيت حاجة كمان فوق الحلة. نيجي بقى للحظة الحاسمة، زي ما انت كلكم بقى كده شايفين مسحت الرخامة واستعديت. حاجة يا بنات تحفة، والله تحفة، احلى من بره مليون مرة. نظافة وطعم وحاجة مضمونة، وحاجة كده غنية جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله، مظبوطة جدا، مكبوسة كويس، ما فيهاش اي فراغات. بصي ده شكل الجبنة بتاعي، مش طرية ولا اي حاجة. خدت يا بنات في الخطوات اللي انا كنت بقول عليها دي، من بعد ما انا حطيت اللبن في الشاش، خد في حدود 6 ساعات. ما بين ان انتي تقعدي كده لمدة ساعتين، اللي هو تعصري في الجبنة وكل اللي انت شفتوه في الفيديو ده. وبعدين اخر مرحلة بقى الكبس دي، انت تكبسيه وتسيبيها بقى 3 ساعات 4 ساعات. بص بقى يا بنات، ده شكل الجبنة، يعني حاجة تحفة، ناعمة جدا، مكبوسة كويس، مش مفرغة. احنا بنقول عليها لو فيها فراغات كده بنقول عليها مفششة. وفي نفس الوقت الجبنة بالطريقة دي اللي فيها فراغات بتخليها ان هي متعش كتير، يعني بتدوب في البرطمان، او بمعنى اصح كده بتتكسر في البرطمان. تعالي بقى يا بنات اقولك ازاي نحفظها لو انت هتستخدميها استخدام على طول يومي. طبعا يا بنات الملح بتاعها مظبوط جدا وكل حاجة، فانت بقى هقولك ازاي تحفظيها لو انت استخدام يومي او هتاكلي منها على طول. هتحطيها كده على طول، هتقطعي الجبنة بتاعتك لو انت عاملة كمية مثلا قليلة، وهتقطعي الجبنة بتاعتك وتحطيها في علبة زي كده او في برطمان ازاز. وهنحط من الشرش بتاع الجبنة، وتملحيه بقى تمليح بسيط، وتحطي معاها مثلا قرنين شطة او فلفل مخلل. ما تحطيش فلفل اخضر، ما بيبقاش حلو وبيمرر الجبنة. وبعدين بقى تحطي الشرش لحد ما تغطي كمية الجبنة وتشيليها في التلاجة. ده لو انتي هتاكلي منها على طول وعاملة كمية قليلة، مثلا الطبق ده بس، ومش هتخزنيها وهتاكلي منها على طول، فانتي هتشيليها بالطريقة دي زي ما انتي شايفة كده. هتحطيها في التلاجة، وبعدين بقى هتاخدي منها عادي خالص، ما تقلقيش الجبنة ولا هتتهري ولا اي حاجة، مكبوسة كويس وناشفة معاكي، فحاجة كده تحفة.
وتملحي بقى تمليح الشرش اللي انت عايزاه. تعالي بقى يا بنات اقولك ازاي تحفظيها في الجرادل او في البرطمانات لمدة بقى ايه شهور بقى لحد ما تخلص معاكي او لمدة سنة. تاني حاجة عايزة اقولك عليها ان انت لو هتعملي جبنة ملح خفيف فطريقة الحفظ بتاعتها مش هينفع تسيبيها بره، لازم تسيبيها جوه التلاجة. يعني هتعملي الطريقة اللي انت هتشوفيها دلوقتي، بس بدل ما تسيبيها بره تسيبيها جوه التلاجة. ما ينفعش تبقى عاملة جبنة ملح خفيف وتسيبيها بره، ساعتها هتدوت وهتبوظ منك. فانتي الطريقة دي اللي انتي هتشوفيها عايزة تعمليها بقى ملح خفيف، سواء بقى في علبة كبيرة وهتخزنيها يعني بشهور، هتخزنيها لشهور، فانتي سيبيها جوه التلاجة. نيجي بقى يا بنات لطريقة الحفظ اللي انتوا شايفينها دي. انا طبعا عاملة كمية قليلة، فهحط في علبة صغيرة كده زي ما انت شايفة. طبعا اللي هيعمل الكمية كبيرة فبيجيب لبن صبح وليل. ده الجردل بيكون بالشكل ده، بس على ايه، على حجم اكبر بقى، يشلك 5 كيلو، يشلك 10 كيلو، بيكون بالشكل ده. او ممكن البرطمانات اللي هي البلاستيك بتاعت المخلل اللي احنا بنخلل فيها دي، ممكن برضو برطمانات. تعالي بقى يا بنات شوفي هنحفظها ازاي لو هي في جرادل او في برطمانات. اول حاجة هتجيبي كيس نظيف، طبعا يكون كيس مخصص تجيبيه من عند مستلزمات، يعني اللي بيبيع الاكياس والحاجات دي، بيكون كده كيس ابيض سميك شوية شفاف. فانا ما عنديش طبعا، فانا استخدمت الكيس ده، هو نضيفه زي الفل. هتيجي بقى بعد ما تقطعي الجبنة بتاعتك، هتجيبي بقى برضو اكياس اللي هي الاكياس المناديل دي، او ممكن تفتحي كيس السندوتش عادي. انا فتحت كيس السندوتشات النظيفة وخدت منها، وبقيت اغلف الجبنة بالطريقة اللي انت شايفاها دي. وهترص بقى الجبنة في البرطمان بتاعك او في الجردل او في علبة زي كده. طبعا انا هعمل كمية، انا بس ايه بديكي مجسم يعني، انا هعمل كمية، فانتي لو هتعملي كمية فهترصي في البرطمان، ومش مش هتربطي البرطمان، يعني مش هتربطي الكيس اللي في الجردل، او مش هتغلفي البرطمان. هتعملي كده لما كل كمية الجبنة بتاعتك تخلص، وتخزني الجردل كويس. لازم وانت بتحطي الجبنة ما يكونش فيه فراغات كتيرة، لازم تزنقي كده الجبنة في بعض. علشان ايه؟ علشان ما تعومش كده لفوق. يعني انت لما تحطي شوية قليلين وتيجي تحطي الشرش بتاع الجبنة، فهتروح الجبنة تطفو كده لفوق. لا، انتي رصيها كويس. وهنرص الجبنة في الاول، ما ينفعش تحطي الشرش وبعدين تروحي تسقطي فيها الجبنة. هنرص الجبنة في الاول زي ما انت شايفة كده، وهتزنقيها وما تخليش فيه مسافات بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا بوريك الجبنة في الخطوة اللي فاتت كانت عاملة ازاي، يعني شكل الجبنة اساسا تحفة. نيجي بقى يا بنات للتمليحة بتاعة الشرش بتاعك. الشرش يا بنات اصلا مالح، فيه نسبة من الملح. الملح بتاعه مظبوط، لان طبعا الملح اللي احنا حاطينه في الجبنة فنسبة من الملح وقعت او نزلت في الشرش. احنا بقى مش عايزين الملح اللي هو مظبوط ده، احنا الشرش لازم يكون حادق. يعني في ملح مظبوط، وفي اللي هو ملح زوادة فوق المظبوط بشوية. لا، احنا عايزينه حادق، اللي هو انت تدوقيه كده تجزعي منه ان انت بتدوقي حاجة حادقة، علشان يا بنات الجبنة ما تدوتش منك، او ما تبصي، او ما تمررش، او ما تربيش عفونة كده على الوش. فلازم الشرش بتاعك يكون حادق، مش مالح، يعني اللي هو ايه مظبوط وبعدين لا ده مالح مني شوية. لا، احنا عايزينه اللي هو فوق المالح يعني. زي ما انت شايفة انا حطيت 3 كوبايات من الشرش، وحطيت معلقة كبيرة كده مليانة من الملح. وتدوقيها طبعا كده تحسي الملح بتاعه زوادة، فهو كده ايه تمام.
علشان زي ما قلتلك الجبنة ما تمررش، لان الجبنة اللي ملحه قليل لو قعدت بره بتمرر، عشان كده انا بقولك لازم تخزنيها في التلاجة. فعشان كده برضو الشرش لو ملحه قليل هيبوظ الجبنة، هيخليها تمرر، هيخليها ليها كده طبقة على الوش كده مش مستحبة، وهتغمري بقى الجبنة بالشرش بالطريقة دي، هتغطيها بالطريقة دي. هتيجي بقى يا بنات هنحط حاجة مهمة جدا تساعدها على ان الجبنة يعني تحفظيها لوقت طويل. وخصوصا يا بنات ان احنا لما بنعمل الجبنة مش بنعمل الشوية اللي انت شايفاهم دول، لا احنا بنعمل برطمان كبير بيكفيكي ممكن من السنة للسنة، وممكن على حسب استخدامك 4-5 شهور، فاهمة؟ فاحنا مش بنعمل الكمية الصغيرة دي. فانتي قرون الشطة حلوة جدا ان انتي تحفظي الجبنة بتاعتك علشان ما تدوتش، وكمان عشان ايه ما يكونش فيها اي عفونة. وممكن كمان تحط يا بنات فلفل، اللي هو الفلفل الايه المخلل بالطريقة دي. هتيجي بقى تطلعي كل الهواء من الكيس، تفرغي الهواء من الكيس وتربطيه كويس جدا زي ما انت شايفة كده. انا لسه طبعا ما حطتش بقية الكمية، كانت لسه بتتصفى، بس انا بوريكي الشكل. هيكون الشكل بالطريقة دي، سواء بقى بتعملي في جردل كبير 10 كيلو، سواء بتعملي في جردل 5 كيلو، سواء هتعملي مثلا 3 كيلو هتشيليهم، يعني 3 كيلو من الجبنة وهتشيليهم ال3 كيلو ده اللي انت تبقي جايبة مثلا 9 كيلو لبن او 10 كيلو لبن، يعني فاهمة؟ بس بقى يا بنات في الجردل بقى انت هتعملي ازاي في الجردل؟ انت طبعا اللي بيعمل كميات من الجبنة يا بنات بيجيب لبن صبح وليل، فالجردل هو ايه 4-5 ايام وتلاقيه اتملى معاكي. فان انت هتعملي الكيس وهتعملي كل حاجة، وبعدين بقى تبدأي تحطي الجبنة وتبدأي تحطي الشرش لحد ايه اخر مستوى الجبنة، وتيجي بقى مثلا في الليل وتكوني تروحي بقى تحطي الشوية اللي بعديهم، وترصي وتكبسي الجبنة كويس وما تخليش فيه اي فراغات والكلام ده كله. وفي الاخر خالص بقى تروحي تحكمي الكيس بتاعك بالشكل ده. شايفين يا بنات؟ ده بعد ما حطيت الشوية الباقيين من الجبنة، وكمان برضو يعني ظبطت الملح وحطيت قرنين فلفل زوادة، قرنين شطة، كانت معاكي بالشكل ده. وهتقفلي بقى يا ست الكل الجردل بتاعك او البرطمان او العلبة زي كده، وشهر كمان وتفتحي عليها هتلاقيها زي العسل. دي طريقتي بقى في الجبنة البيضة او الضاني. ربنا يا رب يرحمك يا ماما ويغفر لك، وجربوا الطريقة دي يا بنات، مضمونة جدا وحلوة جدا. ويا رب الفيديو يكون خفيف عليك النهاردة. انا اسفة جدا ان الفيديو طويل، ويا رب اكون قدرت افيدك ولو بمعلومة بسيطة، واستنوني في فيديوهات جديدة. باي باي.